زمان خالص من أول الفيديوهات اللي عملتها على القناة كان فيديو أذكى 10 شخصيات في مارفل. طبعا توني ستارك المعروف بايرون مان كان منور القايمة دي في التوب 5 كمان، بس الفيديو ده كان قديم علشان كده ملحقتش أحط فيه شخصية جديدة اتقدمت لاحقا. الشخصية دي هي ريري ويليامز، واللي أثبتت على مدار عدة قصص إنها بتمتلك ذكاء يحطها جنبا لجنب مع توني ستارك نفسه، وده بيخليها واحدة من أذكى الشخصيات البشرية في عالم مارفل كله. في الفيديو ده هنشوف قصة ريري ويليامز في الكوميكس، واللي بفضل البدلة المذهلة شديدة القوة اللي صممتها وصنعتها بنفسها أصبحت البطلة الخارقة المعروفة بآيرون هارت. في الفيديو هنا هنتناول قصة ايرون هارت اللي في كون ايرث 616 بتاع الكوميكس، وبالتالي متوقع انه يكون في اختلافات كبيرة بين القصة دي وبين قصة ايرون هارت اللي في عالم مارفل السينمائي، بس لازم التنويه ان ربما في شوية تشابه برضه. ريري ويليامز من صغرها هي واختها شارون اتربوا على ايد امها روني ويليامز وجوز امها اللي اسمه جاري، وده لان ابوهم مات قبل ما ريري تتولد مباشرة. من صغرها ريري كان عندها مشاكل سلوكية كتير، كلها ناتجة عن انها دايما حاسة بالملل. اهلها بيبدأوا يودوها لطبيب نفسي، والطبيب بعد ما عمل عليها اختبارات توصل الى ان السبب هو انها سوبر جينيوس، يعني مش بس عبقرية بل سوبر عبقرية. تصرفاتها المتمردة سببها ان مفيش حاجة في حياتها بتحفز عقلها بشكل كافي. ريري لطالما كانت شخصية متمردة. في مرة اثناء ما كانت في المدرسة واتسألت عايزة تبقى ايه لما تكبر، ريري قالت انها عايزة تبقى عالمة. المدرسة قالت لها عظيم وشجعتها، بس ده خلى ريري زعلت. ريري زعلت لانها كانت نفسها المدرسة تقول لها لا عمرك ما هتبقي عالمة، علشان تتحفز انها تثبت لها انها غلط وتبقى عالمة رغم انف الحاقدين. بس طلع مفيش حاقدين، فهتتحفز ازاي دلوقتي؟ ريري فضلت تقول للمدرسة انها كان نفسها تسمع كلام محبط علشان يحفزها، والمدرسة اخر ما زهقت قالت لها ماشي حاضر، انتي عمرك ما هتقدري تبقي زي العباقرة الحقيقيين زي توني ستارك. انت اخرتك تخش كلية البهايم. ريري بقى اتكيفت لما اتهزقت كده، وقررت انها هتسعى انها مش بس تبقى مهندسة متميزة زي توني ستارك، بل تبقى بطلة خارقة زيه كمان. في الفترة دي ريري قابلت جارتها اللي اسمها ناتالي واشنطن، اثناء ما ريري كانت شغالة في جراج بيتها بتحاول تخترع حاجات، ومن ساعتها هي وناتالي بيصبحوا اصدقاء مقربين لحد ما بيكبروا سوا. لكن للأسف بيجي يوم بيغير حياة ريري ويليامز تماما. في اليوم ده ريري راحت نزهة في الحديقة مع أسرتها وصاحبتها ناتالي، بس للأسف كان في مجرمين جوه عربية أطلقوا النار على ناس تانية، لكن في رصاص طائش بيصيب جاري جوز أمها وبيصيب صديقتها ناتالي. ناتالي بتموت في إيد ريري، وآخر حاجة قالتها هي ليه؟ بينما جاري بيموت هو كمان في حضن روني. دلوقتي الموضوع ما بقاش مجرد تحدي او هواية، ريري دلوقتي بقت شايفة انها لازم تصبح بطلة خارقة، وبتبدأ تعمل بجد على تصنيع بدلة شبيهة ببدلة ايرون مان. ريري بيجيلها منحة من معهد MIT، حاجة اي حد في الدنيا يحلم بيها، لكن ريري لما بتروح هناك بتسرق مواد من المعهد علشان تستخدمها في صنع بدلة شبيهة ببدلة ايرون مان. وبالفعل ريري وهي لسه ما كملتش 15 سنة قدرت تصنع بروتوتايب لبدلة حديدية زي بدلة ايرون مان. طبعا امن الجامعة قدروا يكتشفوا ان ريري هي اللي سرقت المواد وراحوا يواجهوها، لكن ريري لبست البدلة، قالت لهم انا مش محتاجة الجامعة دي خلاص، وبتطير بالبدلة. ريري بتبدأ تطير في كل انحاء المدينة وهي متحمسة جدا، وفورا بتبدأ تفكر في لقب سوبر هيرو ليها. ريري بتتصل باختها شارون وبتسألها لو ايرون مان كان ست كان هيبقى اسمه ايه. الاتنين بيفكروا شوية، ايرون وومن، ايرون ليدي، لكن مفيش ولا اسم بيعجب ريري. بعد ما ريري جربت الطيران بالبدلة وبقت مرتاحة فيه، قررت تعمل حاجات سوبر هيرو بقى. ريري بتقرر توقف 2 مجرمين بيحاولوا يهربوا من السجن، وبالفعل بتستخدم القوة الخارقة بتاعت بدلتها الجديدة في انها تضرب الشاحنة اللي سايقينها، لكن للأسف البدلة ما كانتش لسه مستعدة للحاجات دي، والصدمة كانت كفيلة انها تفكك البدلة تماما. الشرطة بيوقفوا ريري وبيسألوها انت مين،
بتعملي ايه هنا، وهي بتقول لهم لا مؤاخذة ده اول يوم ليا في شغلانة السوبر هيرو. في النهاية ريري بترجع لبيتها، وطبعا امها بعد ما بتعرف اللي ريري عملته في الجامعة بتتجنن وبتتخانق معاها. الحادث بتاع ريري وبدلتها الخارقة بشكل حتمي بيوصل لتوني ستارك اللي بيبقى عنده فضول شديد يقابل ريري دي ويتعرف عليها. توني بالفعل بيروح يزور ريري ويليامز في بيتها وبيطلب منها توريه البدلة. ريري بالفعل بتوريه البدلة وبتقوله انها مبنية على تصميم بدلته القديمة، لكن ناقصها ذكاء اصطناعي يساعد في التحكم في البدلة زي جارفيس بتاع ايرون مان. ريري بتتحايل على توني انه يديها AI زي اللي عنده، وتوني بيقول لها ان ال AI بتاعه كلفه 45 مليون دولار. ريري بتثبت من جديد انها بجحة وبتقول له ايه يعني ما انت غني، وهو بيقول لها انا مش غني لدرجة ان اديكي هدية ب 45 مليون دولار. طبعا ام ريري ما كانش عاجبها كل اللي بيحصل ده، لانها خايفه على ريري ومش عايزاها تبقى سوبر هيرو وتعمل الحاجات الخطر اللي السوبر هيروز بيعملوها. لكن توني ستارك بيقول لام ريري انها كده كده مش هتعرف توقفها، علشان كده بيعرض انه يساعد ريري في تحقيق اللي هي عايزاه، بدايه بتصليح البدله بتاعتها. الفتره دي كانت مصادفه لبدايه اشتعال الحرب الاهليه الثانيه واللي كانت بين ايرون مان وكابتن مارفل. ريري ويليامز فورا بتاخد صف ايرون مان، بل وكمان بتساعده في بعض اهم احداث الحرب دي، بالرغم من انها لسه ما لقتش لقب سوبر هيرو لنفسها. في النهايه الحرب بتنتهي بانتصار كابتن مارفل، واثناء اخر معركه بينهم ايرون مان سقط في غيبوبه. في وسط عدم وضوح اذا كان توني ستارك هيقدر يرجع من الغيبوبه دي ولا لا، ريري ويليامز بتقرر انها لازم تكمل ارث ايرون مان من بعده وتبقى بطله. ريري بالفعل بتواجه بعض الاشرار، لكنها بتكتشف مدى صعوبه التحكم بالبدله بدون AI يكون بيساعدها. بنتفاجئ هنا ان توني ستارك كان عامل حسابه انه ممكن في يوم من الايام صحته تتدهور او جسمه ينهار لاي سبب، علشان كده كان عامل AI عبارة عن نسخة من الوعي بتاعه، نسخة من معرفته وعلمه وشخصيته. بعد سقوط توني في الغيبوبة بنكتشف انه كان مخطط ان ال AI ده يتبعت لريري ويليامز علشان يساعدها في انها تصبح خليفة ايرون مان. بالفعل ال AI بيوصل لريري اللي كانت طبعا هتطير من الفرحة أول ما شافته. ال AI ده على الفور بيبدأ يساعد ريري في تطوير البدلة بتاعتها لشكل وحجم مناسب أكتر، بيساعد برضه في تدريبها على استخدام البدلة والقتال بيها، بل وكمان بيقدر يقترح لقب السوبر هيرو بتاعها. أثناء نقاش بينها وبين AI توني ستارك، ريري بتعبر عن قد إيه موت جوز أمها وصديقتها ناتالي أثر فيها جدا، وبتقول إنهم كانوا بيتفسحوا ليه هما الاتنين فجأة لقوا رصاصة في قلبهم. هنا AI توني بيقول لها انتي في المقابل صنعتي درع علشان يحمي قلبك، وهنا بيقترح لقب ايرون هارت، القلب الحديدي. من ساعتها ريري ويليامز بتصبح ملقبة بايرون هارت وبتبدأ تثبت نفسها اكتر واكتر وسط السوبر هيروز. اعمال ايرون هارت البطولية بتفضل تظهر للناس اكتر واكتر، وايرون هارت نفسها بتبدأ تشتغل جنبا لجنب مع ابطال خارقين تانيين كمان. ريري اتعرض عليها المعمل القديم بتاع توني ستارك، اتعرض عليها موارد غير محدودة من معهد MIT، بل وكمان انضمت لفريق من الابطال الخارقين المراهقين بقيادة ميس مارفل اسمه ذا تشامبيونز. وحتى بعد عودة ايرون مان للساحة اسم ايرون هارت ظل خانة اساسية وسط الروستر بتاع ابطال مارفل، علشان كده تستحق نديها الفقرة اللي بنديها لأي بطل، فقرة مستوى القوة. من أهم الصفات اللي بتميز ايرون هارت زي ما شفنا هو ذكائها. ريري ويليامز حاصلة على 6 من 7 في الذكاء في الباور جريد، بما بيخليها من أذكى العقول في عالم مارفل بأكمله. طبعا هي مجرد بنوتة مراهقة هزيلة، علشان كده قوتها ومتانتها قليلين، لكن بالبدلة بتاعتها ايرون هارت بتسجل 6 من 7 في القوة والمتانة وإطلاق الطاقة، و5 من 7 في السرعة. ده كله بيخليها قوة لا يستهان بيها. بس ايرون هارت لسه صغيرة في الاول وفي الاخر، علشان كده قدراتها القتالية لسه 2 من 7، بس اكيد متوقع ان الرقم ده هيزيد مع تقدمها في العمر وازدياد خبرتها، لان خلال مغامراتها كبطلة خارقة ريري بتبدأ تطور من نفسها اكتر واكتر، قدراتها بتتحسن اكتر واكتر وبتبدأ تصنع بدل جديدة افضل واكثر كفاءة. ريري برضو بتقدر تصمم AI خاص بيها مبني على ذكرياتها ونشاط مخها، وبسبب انه مبني على حالتها النفسية ال AI بياخد شكل اقرب صديقة ليها اللي هي ناتالي، وعلشان كده ريري بتقرر تسمي ال AI ده ناتالي على اسم صديقتها اللي ماتت.
بس ريري ما كانتش بتتطور بس كبطلة خارقة، بل كانت برضو بتخوض رحلة نفسية على المستوى الشخصي. من ساعة موت ناتالي ريري ما سمحتش لأي حد يقرب منها، وما كانش عندها أي أصدقاء إطلاقا. دلوقتي بقى عندها أصدقاء كتير، أهمهم ولد جارها اسمه إكزافير، لكن للأسف زي ما في أصدقاء في برضو أعداء، ومن أشد أعداء ايرون هارت هم الجماعة الشريرة ذا 10 رينجز، واللي بالمناسبة بنكتشف إن أبوها عضو فيها. أبوها ريري ويليامز اللي هي متسمية على اسمه وكانت طول عمرها فاكراه مات، طلع كان مزيف موته كل ده. في اليوم اللي كانوا فاكرين إنه اتقتل فيه، اللي حصل في الحقيقة هو إنه اتخطف واتعمل عليه تجارب ادته قدرات خارقة، ولسبب ما راح انضم لاحقا لجماعة ذا 10 رينجز. الجماعة دي كان هدفهم إنهم يلاقوا مكان سحري فيه قوة عظيمة اسمه ويل سبرينج اوف باور موجود في واكاندا. علشان كده ايرون هارت بتروح واكاندا وبتتعاون مع شوري أميرة واكاندا في التصدي للجماعة الشريرة دي. صراع ريري مع منظمة ذا 10 رينجز بيسلط الضوء على جانب مهم جدا من شخصية ريري ويليامز، وده بيحصل لما كذا عضو من المنظمة بيعرض على ريري انها تنضم ليهم. ده اتضايق ريري جدا وخلاها بدأت تشك في نفسها، ليه الاشرار دول شايفين انها زيهم؟ ريري بالفعل بتعاني من بعض الغطرسة والغرور والتهور، لكن هل ده معناه ان جواها شر مكبوت؟ ابوها هجرهم وراح انضم لمنظمة شريرة، هل ده معناه انها وارثة الشر ده برضو؟ من ساعتها الصراع الداخلي بين جانب ريري البطولي وجانبها المظلم بيصبح ثيم متكرر في قصصها، لكن برضو بنشوف ازاي بمساعدة اصدقائها واسرتها وبفضل ثقتها في نبل مهمتها بتقدر تكبح جانبها المظلم وتثبت نفسها كبطلة حقيقية.